تم غزو بلاد الشام على ايدي المغول بعد كده. وناخد بالنا برضو الخلفيه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده في القسم الاول من الكتاب، هذه الخلفيه اثرت بشكل اساسي وبشكل رئيسي في شخصيه الزهر بيبرس والانتصارات اللي حققها الزهر بيبرس بعد ذلك على المغول. لان هذا الرجل هو فاهم التكتيكات العسكريه بتاع هو من بني جنسهم، هو اصلا نشأ في هذه البيئه اللي منها المغول، هو فاهم التكتيكات العسكريه. وده اللي بعد كده اتضح اصلا واللي بينه المؤرخ الالماني في هذا الكتاب، ان وجدنا التاثير نفسه اللي حصل في الدوله المملوكيه نتيجه الوظائف نفسها اللي استخدمها الزهر بيبرس من الدوله المغوليه فيما بعد. وجدنا ترتيب الوظائف نفسها اللي موجوده داخل الدوله المملوكيه، وبدا يتاثر بالوظائف اللي كانت موجوده لا في كمان يعني مش عايزين نتفرع في الموضوع، لكن المثبت ان الدولة المغولية انقسمت إلى قسمين، كان في منهم قسم مسلم وكانوا بيتعاونوا مع المماليك وتبادلوا الخبرات وتبادلوا الرؤى العسكرية، وده كان أحد أسباب هجوم المغول على الدولة المملوكية في مصر والشام. خلينا ننتقل للفصل الثاني واللي تحدث، أو القسم الثاني واللي تحدث فيه عن وصول بيبرس وصعوده إلى السلطة في مصر وتحكمه في سلطة مصر. القسم الثاني ده شمل ما يقرب من 5 فصول. هذا القسم تناول فيه اصول بقى بيبرس البندقداري. الاسم نفسه بيتكلم بقى ان الاسماء اللي كانت موجوده في هذه الفتره او اللي تلقب بها المماليك او تسمى بها المماليك كانت عباره عن اسماء مركبه وتعتبر اسماء تركيه، وكان بيقصد بيها يعني بيبرس نفسه ده بيقصد بيه الامير الفهد. الامير الفهد. اللي انا عايز اقوله برضو ان لاول مره بنجد ان امير او بنجد ان عندنا مملوك بيلقب باسم البائع والمشتري في نفس الوقت. وده اللي اشار ليه المؤرخ الالماني في هذا القسم، بيتكلم برضو ان هذا الامير او هذا المملوك عندما تم يعني بيعه في الاسواق راح منطقه اسمها منطقه صداق. صداق دي من ضمن المناطق اللي هي موجوده في منطقه اسيا الصغرى. ثم بعد ذلك قدم الى حلب، ثم بعد ذلك الى بلاد الشام. اشتراه العماد الصائغ، ثم العماد الصائغ باعه بعد كده، حاول ان هو يبيعه للمنصور محمد، وده كان حاكم مدينة حما في بلاد الشام في هذه الفترة. ولكن هذا الملك يعني كان بيستأثر برأي والدته في شراء المماليك وكده. وخاصة ان الزهر بيبرس يعني كان في عنده في صفاته الخلقية بعض الصفات اللي هي كانت بتشكل عائق امام بيع هذا المملوك. يعني احنا وجدنا في الصفات اللي ذكرها هذا المؤرخ الالماني، قال ان الزهر بيبرس كان طويل القامه، جهوري الصوت، اسمر البشره، ازرق العينين، في احدى عينيه بياض، وده كان بيعتبر عيب. لذلك هو تم بيعه بمبلغ 800 درهم اللي هي كانت بتقابل حوالي 40 دينار في هذه الفتره. يعني تمن بخس يعني. ثمن بخس جدا. في حين ان قلاوون اللي هو كان احد الامراء بعد كده في دوله الزهر بيبرس تم بيعه بما يقرب من حوالي 1000 دينار. لذلك حتى سمي بعد ذلك بقلاوون الألفي نسبه للمبلغ اللي تم بيعه به في الاسواق في هذه الفتره. فهذا المؤرخ بيرصد بقى التسلسل اللي حصل والتطور اللي حصل في حياه الزهر بيبرس، تدرجه في المناصب في القسم الثاني، والارض نفسها اللي نقل منها الى منطقه سيواس، ثم بلاد حلب، ثم بلاد الشام، وبيعه عن طريق العماد الصائغ، ثم بعد ذلك شراؤه عن طريق الامير علاء الدين ايديكين البندقدار اللي اتنسب ليه فيما بعد. الامير علاء الدين ايديكين البندقدار ده كان يعني احد رجال الصالح نجم الدين ايوب. اشترى هذا الامير وبدأ بعد ذلك يظهر بقى على او نجمه يبزغ على مسرح الاحداث في هذه الفتره. صحيح. بدأ يثبت فروسية، بدأ يثبت مهارة. بعد ذلك الصالح نجم الدين أيوب بدأ أن هو يعني يستقدم هذا الرجل، أنا بتكلم على الزهر بيبرس، إلى مصر وعينه في وظيفة جمودار. جمودار اللي هو المسؤول عن اللباس السلطاني أو لباس الملك، اللبس الخاص بالسلاطين في هذه الفترة. بعد ذلك الزهر بيبرس يعني في حادثه مهمه جدا، ودي شكلت نقطه تطور كبير جدا في حياه الزهر بيبرس. لما صالح نجم الدين ايوب دخل في صراع مع ملوك الايوبيين في بلاد الشام، هذا الامير هو اللي فضل مع او هو اللي استمر مع صالح نجم الدين ايوب، وما فرش زي القوات اللي فرت من حول الصالح نجم الدين ايوب. فالسلطان الصالح نجم الدين ايوب حفظ الجميل، ما فضلش معايا في المعركة أو في الصراع اللي حصل في بلاد الشام أو اللي حدث في بلاد الشام غير هذا الأمير. فأسدى بقى ليه الجميل بعد كده، بدأ أن هو يعتق هذا الأمير وبدأ بقى يرقيه في الوظائف في هذه الفترة. بعد وفاة الصالح نجم الدين أيوب وتولية السلطانة شجر الدر حكم البلاد في هذه الفترة، الظاهر بيبرس كان ليه دور مهم جدا في قيادة الحملة الصليبية بعد وفاة القائد الجيش المصري في هذه الفترة الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ. وجدنا الظاهر بيبرس
يعني صرع اخو اللي هو فخر الدين أقطاي اللي بنسميه اللي شفناه في ش- ش- الفيلم ده الدرامي في فخر الفيلم الدين